اسمع كلمتين رح اقولك اياه. احنا هون حياتنا كتير صعبة، وكل واحد عنده هموم واحزان. مو بس احنا، كل واحد عنده هيك هموم واحزان. احنا اجينا على هذه الدنيا كنا اطفال، اجينا صرنا نكبر شوي شوي لما تعلمنا في هالحياة، وعرفنا ايش معنى الحياة، وعرفنا بين هاد وهاد. يعني واخرتنا احنا ما راح نضل في هذه الدنيا والحياة دي. اخرتنا رايحين عند ربنا سبحانه وتعالى. ما راح نتخلل على هذه الدنيا، يعني راح نفارق دي الحياة اللي احنا عايشينها، ومو عارفين مصيرنا وين راح يودينا. اليوم احنا معاكم، بكرة مو معكم، بعده معاكم، اللي بعده مو معكم. يعني مو عارفين حياتنا وين راح تكون، وكيف راح تصير، وكيف راح تكون. فذلك دائما توكلوا على الله، وروحوا لله وقولوا له يا رب بتمنى برحمتك يا رب، بتمنى يا الله تحقق لنا امانينا يا رب. ما إلكم سوى الله تلجأوا إليه، لأنه كنا مخللين من هذه الدنيا، كلنا راحلون من هذه الدنيا إلا رب العباد. رب العباد بضل في هذه الدنيا، بضل وشايفك وعارف شو عم تعمل، وشايف معاناتك، وشايف أحزانك، وشايف يعني انت المعنى اللي عايش. وربنا ما بنسى عبده عز وجل. فذلك توكل على الله، وما إن سوى الله نلجأ إليه، لأن كنا راحلون إلا رب العباد، كنا راحلون إلا رب العباد. فذلك بنقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني احنا مو ضامنين حياتنا، مو ضامنين مستقبلنا اللي احنا عايشين فيه، ما بنعرف. ربنا بيغير الكون كله. يعني احنا هلأ موجودين معاكم، بس بكرة الله اعلم. انتوا موجودين معنا، بس بكرة الله اعلم. كل يوم بنسمع خبر فلان استشهد وفلان. يعني احنا فقدنا احبابنا، فقدنا اصدقائنا. يعني احنا بهذه الحياة عايشينها كتير صعبة. يعني بيوتنا تهدمت، ومدارسنا تهدمت، وحياتنا راحت، ومستقبلنا كله راح. ما في شي لحتى نعيش. احنا عايشين في هذه الحياة بس للمي، للتكيات، للحطب بس دائما بنقول الحمد لله، دائما بنقول توكلنا عليك يا الله، دائما بنقول يا رب تفرجها علينا يا رب، دائما بنقول يا رب تحقق امانينا يا رب. دائما ادعوا الى رب العباد، فربنا شايفك وما راح ينساك ابدا، وعارف ربنا شو اللي انت عايش فيه، عارف حياتك كيف عايش، عارف احزانك والامك. فذلك دائما بنقول الحمد لله على كل شيء، وبتمنى يا الله ما تنسانا، وانتم ما تنسوا رب العباد، وضلكم متوكلين على رب العباد. وبتمنى منكم يا احبابي بالله انكم ما تنسونا، وما تنسوا اهل قطاع غزة الذين يعانون في قطاع غزة. ما تنسونا يا احبابي بالله، وقفوا بجانبنا، ادعمونا لو بشي بسيط، ساعدونا فضلا وليس امرا. اعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ووصلوا صوتنا للعالم كله لحتى نشوف معاناة الشعب الغزاوي. احنا مو عارفين حياتنا، مو عارفين مستقبلنا شو رح يصير فينا، حتى انتو مو عارفين حياتكم شو رح يصير فيها. ممكن فجأة تفارق حياتك. سبحان الله عز وجل. احنا مو مخللين على هذه الدنيا، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. احنا عايشين في هذه الدنيا بس مو للآخر، مو للأبد عايشين في هذه الدنيا. يعني كلنا راحلون، كل العباد راحل. نحن رح نروح من هذه الدنيا، مو عارفين مصيرنا وين رح يودينا، ولا عارفين حياتنا كيف رح تكون بعد هيك.
ربنا بيقدر يغير الكون بلمح البصر. احنا كلنا راحلون إلا رب العباد، إلا رب العباد وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا شايفك وعارف فيك وعارف بأوجاعك وأحزانك، فذلك توكل على الله، على الله عز وجل، واشكي له همومك، وربنا حاسس فيك وعارف بأوجاعك. فبقول ربنا اصبروا، اصبروا إن مفتاح الفرج صبرا، اصبروا على هيدي الحياة فإن الصبر جميل. فذلك يا أحبابي بالله لا تنسونا، لا تنسوا وقفتكم بجانبنا، ساعدونا لو بشي بسيط، وقفوا معانا فضلا وليس أمرا. لا تتركوا أهل قطاع غزة الذين يعانون في قطاع غزة، نحن نعاني كثير. لا تنسونا يا أحبابي بالله، ولا تنسوا تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، وتوصلوا صوتنا إلى أبعد مدى، توصلوا صوتنا للعالم كله. وبتمنى يا إخواننا ما تنسونا، وما تنسوا دعواتكم لنا إلى أهل قطاع غزة، ما تنسونا من الدعاء، لأن دعواتكم بترفع من معنويتنا. دعواتكم يا أحبابي بالله بتهمنا كتير، يعني بتخلينا مبسوطين. لما انتوا تعدوا علينا وتعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا تعليق حلو زيكم، احنا بنكون مبسوطين، بنفرح كتير لما بتعلقونا وبتعملوا لايك، احنا بنكون مبسوطين وبترفع يا احبابي بالله من معنويتكم. ولا تنسونا، ولا تنسوا اهل قطاع غزة الذين يعانون من كل شيء. ونحن مو ضامنين اعمارنا ولا ضامنين حياتنا ولا ضامنين مستقبلنا ولا عارفين شو راح يصير فينا، لذلك حياتنا راحت ومستقبلنا راح وبيوتنا تدمرت ومدارسنا برضو تدمرت. هيدي بس مدارسنا زي ما انتم شايفين، ومو ضامنين حياتنا ولا عارفين حياتنا، وحتى انتم مو عارفين حياتكم. ما راح يضل ولا واحد على هذه الدنيا إلا رب العباد عز وجل. دايما بنقول لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تنسوا يا أحبابي بالله، ولا تنسوا دعواتكم لنا يا أحبابي بالله. وشكرا لكم، وبشكر كل واحد وقف جانبنا، وكل واحد ساعدنا، وكل واحد عمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس ووصل صوتنا لجميع الدول المانحة. كل واحد ساعدنا، وكل واحد اطمن علينا، وكل واحد عمل تعليق، كل واحد شارك قناتنا. بشكرهم كتير، بشكركم كتير، وجزاكم الله كل خير، وربنا يزيدها في ميزان حسناتكم. ولا تنسونا يا أحبابي بالله، لعل الله لا ينساكم من الأجر والثواب. ولا تنسوا الصلاة على حبيبنا المصطفى محمد عليه أفضل الصلوات والسلام، لعله يكون شفيعا لنا ولكم يوم القيامة بإذن الله ربنا وتعالى. ولا تنسونا يا أحبابي بالله، لا تنسوا أهلكم في قطاع غزة، انتم أهلنا ونحن أهلكم. احنا مسلمين في قطاع غزة، وانتم عائلتنا في قطاع غزة يا أحبابي بالله. ولا تنسونا، وجزاك الله كل خير.